ويلي عليك الشلاهبي خليتنا حنايا قلتي لا جيتي لهنايا اسمع هو ابا حد مات من لغم عبا الله عطيه الشلاهبي ندور ما تضرباش لا ما عايش في العصر الحجري. اذا اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي في هذه الحلقه الجديده اللي بحال العاده غنتلاقاو ونناقشوا المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي. بدايه استسمح منكم جميعا على الغياب ديالي على هذه القناه المتواضعه، توحشناكم وطار الانتباه ديالي الصراحه هذا الفيديو لهذا السلوك اللي ما عجبنيش، وقلت لما لا نتكلموا على هذه المساله ديال الشلاهبي. طفله ولا ابنه تقول لابيها الشلاهبي، واش هادشي عندكم عادي؟ يا ترى اخواني اخواتي واش هكا تيكونوا مرضين الوالدين؟ واش هذه التربيه الحسنه؟ نتكلموا فيما هو مفيد. تحبون الانتقاد؟ ها هو الانتقاد البناء اخواني اخواتي. معليش نتكلم لكم على اللي شفنا بالدريس وهز سمعوا وهز الوليدات بليكوش ولحم كما تسميوه لابيسين ديالهم المسبح اخواني اخواتي، ولحم بليكوش ديالهم كلشي تيعوم. ما نتكلمش على بانه هان الزوجه ديالو وقال لها ما غتعوميش تنخرج انا بهذيك الحوايج وزيد اللائحه طويله. ولكن طار الانتباه ديالي الخوت هذا السلوك اللي ما غيعجب حتى شي واحد، بان ابن ولا ابن يقول الاب ديالو الشلاهبي. اذا اذا كانت هاد الشلاهبي عندكم عاديه، اذا نرجعوا للور شويه ونقولوا الكلمه اللي زعمتوا بان قال الابن الام ديالو هي ولا الاب ديالو عفوا اليهودي. اذا اذا كانت عندكم شلاهبي عادي، اذا انت اليهودي عادي. اذا يا ترى اخواني اخواتي هل تظنون بان هذا الشيء هذا تسمى تربيه حسنه؟ واش تظنوا بانك قناه مليونيه؟ احتراماتي للجميع، نحن نحاول الانتقاد رغم انني غبت على الموضوع ربما لعده اسباب، ولكن طال الانتباه ديالي هذا الفيديو وقلت لما لا نشارك خوتي المشاهدين ونشاركوا بعض القنوات اللي شفنا ربما كاين فطور عندهم نحركم نتوما شويه اخواني اخواتي. اذا نرجعوا هذه النقطه اللي هي مهمه، بان الاحترام يكون بين الوليدات والاب ديالهم، وبين الاب والوليدات ديالهم، وبالوالدين احسانا اخواني اخواتي. طفله تقول لابيها الشلاهبي، هو تيطلع يقول واو ما تبلغش مع الاب ديالها عادي. من احنا عايشين في العصر الحجري. تنتاسف لهذه الكلمه اللي تيقولها صاحب قناه مليونيه. خوتي راه ما غنسب حتى شي واحد، ما غادي نعيط حتى شي واحد، ما غادي نلقب حتى شي واحد. ربما غنسمي لمن لا نسمي القناه اللي غنتكلم عليها، نسمي القناه علي وصال، ماشي مشكل، ولكن الانتقاد ديالي غيكون بحدود. خوتي خواتاتي ركزوا لي هذه النقطه ديال الشلاهبي، حيت التعاليق دخلت القناه لقيت تعاليق بزاف ديال الناس بعدا ما تيهضروش على هذا الشلاهبي كاع، ما دخلت ربما ما لاحظوهاش، ولكن تكلموا على الليكوش، تكلموا على الوسخ ديال الدراري، تكلموا بزاف ديال الحوايج اللي ربما ما تنقدروش نتكلموا على حيت تيجيو فيها الوليدات. ولكن شي حوايج اللي هما خصهم تكون فيهم تربيه كما تقولوا صارمه كما. وهادشي راه خطير باننا تنشوفوا بان صاحب قناه مليونيه تيصرف لنا، تيبيع لنا هذا الشيء هذا، تيبيع لنا هذا المحتوى اللي فيه بان الشلاهبي عادي. ما يعجبناش الحال. فين هو المحتوى يا اخي؟ اين هو المحتوى؟ واش هذه القناه اللي كنا نتفرجوا فيها واش تظنوا بان مثلا سمير ولا شي واحد اخر مره اخرى غيتفرج في هذه القناه ما تتقى الابنه تتقول الاب ديالها؟ انتم خصكم تكونوا انتم كمؤثرين خصكم تشرفونا داخل المغرب وخارج المغرب. ماشي غتقول ديك كلمه شلابي عادي، خليك غير ماشي غير انت هذاك القناه ديال الاخرى ديال نسابكم الملقبه، ما بغيتش نقول الالقاب اللي الاخ ديالها اللي خارج يشوف راسو قناه مشات تمشي يبيع يشري بالابنه ديالو. واش هذا هو المحتوى اللي غنتفرج فيه انا؟ تيبيع يشري كما تنقولوا، تيستغل الظروف ديال المرض ديالها على حسب القول ديالهم اخوتي، وتيطلق فيديوهات. فين هو هذا المحتوى؟ دخلنا لكم المحتوى، نمشي للغرسه نجي للغرسه تقول المحتوى شوف باش نكون حقاني وتا واحد ما يتقلق. كاين اللي يعجبو الحال كاين ما يعجبوش الحال. بالنسبه للقناه الصغيره اللي مسمات محمد راضي كاين، رغم انني شفت الغياب ديالهم هاد اليومين، ولكن كاين تحركات كما تنقولوا من الأسوأ الى الاحسن باش تكون عندي شفافيه ومصداقيه.
من الأسوأ الى الاحسن. شحال كنت تنقول لكم لا داعي للمقارنه، واش عقلتوا؟ ممكن دابا حاليا ندير مقارنه بين القناه ديال علي وصال والقناه ديال محمد رضيه اللي معايا يكتب لي في التعاليق، ويكون الانتقاد البناء. هذا هو الانتقاد. خلينا من داك السب والقذف في الانسان اللي يطلع ويسب ويقول لك انا درت فيديو عندي محتوى. اين هو المحتوى؟ انتم لاحظتوا خوتي بدون انانيه بدون غرور، واخا رغم ان هذه القناه تضرب بالصينيال وكذا وكذا ملي نغيب عليها راكم تشوفوا الموضوع تيطفى نهائيا. سمير بوحه يدخل عاوتاني كلشي بقيت تلقوا 20 فيديو 25 فيديو لايفات من هنا لايفات من هنا تتنطروا كيشه. ما علينا خوتي، نرجعوا للانتقاد اللي هو بناء. كنا من قبل تكلمنا على الابن ومازال تنتكلموا على الابن اللي مخاصم مع الاب ديالو الام ديالو، وكنا درنا ضجه عقلتوا ضجه كبيره كبيره على الكلمه اللي قال على حساب كنا نديروا حنا ما عايشينش معاهم. قال الاب ديالو اليهودي، العقل يكتب لي في التعاليق. يا قنوات يا مشاهدين درنا روينه، علاش يقول لك الكلمه ديال اليهودي؟ علاش كذا وعلاش كذا وعلاش كذا؟ واش عقلتوا؟ كتبوا لي خوتي، كتبوا لنا في التعاليق وشجعونا بالقناه المتواضعه. الا بغينا نكملوا بغيتو نكملوا معكم في هذه المواضيع، لما لا شجعونا هذه القناه باش ننتقدوا الانتقاد اللي هو بناء. خليونا من التفاهات. اذا خوتي مره اخرى نرجع للموضوع اللي برزتني، هو هذا الكلام اللي تقال. ما غاديش نعيب شي حوايج اللي ربما غيجيو تافهين بالنسبه لي انا كمنتقد، ولكن هذه الكلمه بالذات ديال اللي قالت الابنه الاب ديالها الشلاهبي راه كلمه خطيره. وباقي تنقول لك علي سمعنا تسميك بالاسم ديالك، هذه ماشي كلمه عاديه. اللي تقول لا الدنيا باش نوض نضربها، خص ماشي تضربها، راه خصك تجمع معاها، خصك تنوض تجمع معاها. وانت طلقتي لنا هادشي في الفيديوهات، في الفيديو اللي غيتفرجوا فيه الالاف ديال الناس داخل المغرب وخارج المغرب. راه اذا نتوما تتبينوا باننا حنا تنعيشوا هكا كعائلات. حنا ما تنعيشوش بحال هكا. حنا وليداتنا ما تيديروش، ما تيقولوش الاب غيطلع تقول لي الابنه ديالي ولا الابن ديالي يقول لي الشلاهبي. راه ما غاديش نقول لكم شنو غندير، وما غاديش نظن بان غتكون جرأه عند وليداتي بانهم يقولوا هذه الكلمه هذه في الاخر تقول لي شنو هي الشلاهبي. ما عرفتيش شنو هي الشلاهبي؟ الشلاهبي فيها بزاف، وكاين بعض الناس اللي ربما غيخرجوا اللي باقي لحد الان حتى واحد متكلم على هذه النقطه هذه باش تعرفوا الانتقاد البناء، غيخرجوا يقولوا له انت فعلا شلاهبي وكذا وكذا. انا ما غاديش نتكلم بهذيك الطريقه خوتي. انا غننتقد الفيديو، ما غاديش نفوت الحدود ديالي وغنتقد انتقاد محترم. بل لي تبارك الله ربما لقيت تجاوب ولا مع المشاهدين. غنكمل كما تنقول في الانتقاد ديالي، ما لقيتش تجاوب ربما غنحسم الامر وغننتقل الى موضوع اخر. واحتراماتي للجميع، واخا الصراحه ما سخيتش بكم. كنا تنديروا معكم لايفات، كنا تنقصروا، كنا تنضحكوا، كان تيطلعوا الناس اللي يديروا مداخلات، كان تيصيفط اوديو، كان تيدير مداخله. هذا الفيديو اسمح منكم هذا الفيديو تنقول لكم شكرا لكم كاملين باسم. وكاين بقات بيناتنا ذكريات كما تنقولوا كبيره الصراحه. راه عندي لايفات، راه عندي اكثر من 1000 لايف اللي عندي في القناه ديالي الحالي اللي هو بريفي. ما الصراحه تحياتي لكم واستسمح مد الفيديو.